فإن لاعبا واحدا يمكن أن يغير مفهوم الولاء الرياضي بأكمله. هذا صحيح تماما، وخاصة عندما نتحدث عن شمس الدين طالبي اللي يفضل تمثيل المغرب رغم الضغوط الكبيرة من الاتحاد البلجيكي. ما يثير الاهتمام حقا هو أن 48% من لاعبي المنتخب المغربي في مونديال 2022 ولدوا خارج المغرب، وهذا يعكس ظاهرة متنامية في كرة القدم العالمية. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة: كيف أصبح المنتخب المغربي وجهة جذابة للمواهب المغتربة؟ الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 كان عاملاً حاسماً، فالوصول إلى نصف النهائي وهو إنجاز غير مسبوق لمنتخب إفريقي وعربي غير المعادلة بالكامل. ولكن دعينا نتحدث عن التحديات. فالانتقال من النظام الأوروبي إلى الإفريقي ليس سهلا. بالفعل، خاصة وأن طالبي تدرب في الأكاديمية البلجيكية منذ صغره، ولكن المثير للاهتمام أن 75% من لاعبي المنتخب المغربي يحترفون في الدوريات الأوروبية الكبرى، مما يسهل عملية التأقلم. هذا رقم مذهل حقا. وكيف ترين تأثير هذا على مستقبل الكرة المغربية؟ التأثير متعدد الأبعاد، فمن ناحية يرفع المستوى الفني للمنتخب، ومن ناحية أخرى يفتح الباب أمام المزيد من المواهب المغتربة للانضمام. ولكن ماذا عن الجانب النفسي والضغط الذي يتعرض له اللاعب؟ إحصائيات الاتحاد الدولي تشير إلى أن 28% من اللاعبين الذين يغيرون ولائهم الدولي يواجهون تحديات في التأقلم خلال السنة الأولى، ولكن في حالة المغرب وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المغتربين يسهل هذه العملية. وماذا عن الجانب التكتيكي؟ أسلوب اللعب في إفريقيا يختلف عن أوروبا. نعم، ولكن المدرب وليد الركراكي نجح في دمج الأسلوبين، فهو يجمع بين القوة البدنية الإفريقية والتكتيك الأوروبي، وهذا ما جعل المنتخب المغربي يحقق نسبة نجاح 72% في مبارياته الأخيرة. هذه الإحصائية مثيرة للإعجاب حقا. وما يزيد الأمر إثارة أن المنتخب المغربي أصبح يحتل المركز 13 عالمياً، متفوقاً على منتخبات عريقة. هذا النجاح يجذب المزيد من المواهب مثل طالبي. وكيف ترين مستقبل هذه الظاهرة؟ التوقعات تشير إلى أن عدد اللاعبين متعددي الجنسيات سيزداد بنسبة 35% في السنوات الخمس القادمة، وهذا يعني أن قرارات مثل قرار طالبي ستصبح أكثر شيوعاً. وهل هذا يعني تغييرا في مفهوم الولاء الرياضي؟ بالتأكيد، فالإحصاءات تظهر أن 65% من اللاعبين الشباب يفضلون تمثيل بلد أصولهم رغم نشأتهم في بلدان أخرى. إنه تحول ثقافي وهوياتي عميق. وبهذا نختم حلقتنا اليوم حول قصة مثيرة تعكس تحولات عميقة في عالم كرة القدم. نعم، ونترك مستمعين مع هذا السؤال: هل نحن على أعتاب عصر جديد في كرة القدم حيث تصبح الهوية الثقافية أقوى من الجغرافيا؟ شكرا لكم على المتابعة.